أول أجنبية تدخل القصر الملكي كزوجة لأمير مغربي. قصة الحب التي كانت الأكثر تميزا داخل القصر الملكي. أحبها الأمير بجنون وكادت أن تعدم بسبب حبها له. لقاؤهما الأول كان في باريس، ومن النظرة الأولى سحرته بجمالها الفاتن فوقع في عشقها، ولكن بسبب مشاكل سياسية جعلته يركب طائرته متوجه للمغرب بدونها، وهي أيضا بطائرتها إلى القصر أختها التي هي زوجة الأمير السعودي. وخلال تواجدها مع أختها تقدم أمير آخر لخطبتها، ليظهر هنا العاشق المغربي فور سماعه لهذا الخبر، ويرسل فودا خاصة لطلب يد حبيبته ومنع زواجها من غيره. فهنا بدأت أشهر قصة عشق الأكثر تميزا داخل البلاط الملكي المغربي. فمن هم هؤلاء العشاق، وما هي قصتهم، وما هي حقيقة طلبها من الأمير 50 درهما فقط، وما هو السبب وراء محاولة إعدام الشقراء الجميلة؟ قبل أن نبدأ فلا تنسى الاشتراك لدعم القناة للاستمرار في تقديم هذا المحتوى وأكثر. فرحبوا معنا بالأمير المغربي مولاي عبد الله أخ الملك الراحل الحسن الثاني، هما أبناء الملك الراحل محمد الخامس رحمه الله من زوجته لالا عبلة. ولد في القصر المغربي في الرباط، وتابع الأمير دراسته في المدرسة المولوية بالرباط بجانب أخيها الحسن الثاني. كان الأمير يفضل أن يبقى بعيدا عن الخوض في دائرة السياسة، رغم أنه كان دائما متتبع لأمور السياسة وصاحب خبرة ودراية عميقة وحس دبلوماسي. وظهر للمرة الأولى خلال المهام السياسية التي كلفه بها شقيقها الملك الراحل الحسن الثاني، خصوصا في تمثيله والنيابة عنه في بعض المهام في الخارج. وفي أحد المرات التي سافر فيها الأمير إلى باريس مدينتها المفضلة، قابل هنا فتاة أحلامه فأحبها من أول نظرة فأصبحت حبيبته. وهذه الفتاة الشقراء هي الأميرة لمياء الصلح، وهي تنحدر من عائلة أميرية اللبنانية الغنية عن التعريف، عائلة الصلح. ولدت عام 1938 وهي ابنة رياض الصلح أول وزير لبناني بعد الاستقلال الفرنسي. عاشت بجوار شقيقتيها منى وليلى، وتربيت تربية محافظة، ويرافقهم الخدام إلى أي مكان، فعاشت وسط الخدام والمرافقين. فهنا سافرت إلى باريس لإكمال دراستها، حيث حصلت على إجازة، وفي نفس الفترة التقت بالأمير المغربي عبد الله، فهي أيضا أحبته من النظرة الأولى رغم أنهم لم يقضوا وقتا طويلا مع بعضهم البعض. فقد شاءت الأقدار وحصلت مشاكل بين الحكومة الفرنسية والحكومة المغربية في نفس الفترة التي كانوا مع بعضهم البعض، ليضطر إلى العودة إلى المغرب سريعا. أما لمياء فقد ذهبت في زيارة إلى شقيقتها في السعودية، حيث كانت شقيقتها هي زوجة الأمير طلال ابن الملك سعود، فرآها هناك واحدا من الأمراء السعوديين فأعجب بها، فسافر إلى طلب يدها من أمها في لبنان. السيدة الصلح لم ترى سببا للرفض فقابلت الخطوبة. عندها انتشر خبر عقد القران المقبل للأمير السعودي مع لمياء الصلح، وفي مدة قصيرة سمع الأمير عبد الله الخبر، وهنا رن هاتف منزل الصلح، ومتصل هو السفير المغربي ليطلب يد لمياء الصلح للأمير عبد الله رسميا. فظهرت هنا علامة الفرح على وجه لمياء. ثم سافر وفدا دبلوماسيا من طرف الملك محمد الخامس متوجهين إلى لبنان لخطبة الأميرة لمياء، فأهداها الأمير عبد الله قفطانا من الحرير مطرز بخيوط من ذهب ومزين بأحجار الياقوت والزمرد، بينما ألبستها شقيقة الأمير عبد الله لالا أمينة خاتما مزين بالزمرد. فصاع الخبر في العالم العربي خاصة المغاربة واللبنانيين، فبدأت التساؤلات والتقديرات حول قيمة المهر بعد هذه الخطوبة الفاخرة، غير أن الأميرة لمياء فاجأتهم بطلب مهر حسب السنة النبوية والحديث الشريف، وهو مهر لا يتعدى 50 درهما، وذلك لأنها تريد من الفتيات الاحتداء بها للتخفيف عن الشباب. فسرعان ما تم عقد القران، وذلك في سنة 1959 بحضور الشيخ الإسلامي سيدي محمد ابن العربي العلوي والعديد من العلماء والشخصيات المهمة في لبنان. Ein langer Zug von Gratulanten mit kostbaren Geschenken leitete die Hochzeitsfeierlichkeiten im Königshaus von Marokko ein. Hauptperson war der 26-jährige Prinz Moulay Abdallah, ein Bruder des marokkanischen Königs Hassan II., der sich an diesem Tage ungemein großzügig zeigte. Er beschenkte 50 marokkanische Brautpaare und lud sie zur Hochzeitsfeier in den Königspalast ein.
Prinz Abdallah hatte sich die schöne Libanesin Lamia Sohl, die Tochter des ehemaligen libanesischen Ministerpräsidenten, zur Frau gewählt. Nach marokkanischem Ritus und mit aller Pracht orientalischer Tradition feierten die Gäste und die königliche Familie im Palast von Rabat ein Fest wie aus 1001 Nacht. وتميز حفل زواجهم بالطابع الملكي المغربي الفخم، وحضرها نخبة من الأمراء وملوك العالم، وكان فستان الأميرة لمياء حديث العالم آنذاك، حيث أنها أضررت كثاني أجمل فستان زفاف في العالم، وذلك حسب المجلة الألمانية كويت، مع صورة مبهرة ظهرت فيها الأميرة تجر ذيل الفستان الذي اعتبر هو أكبر فستان حينها بطول 22 متر، مطرز يدويا بخيوط من ذهب ومزين بالأحجار الكريمة، واستمرت صناعته أكثر من 3 أسابيع مستمرة من طرف دار مدام الصلح الخياط الرفيعة ببيروت، ومن طرف أكثر من 75 خياط، وقدر وزن الفستان بما يقارب 22 كيلوغرام. وكان هذا الزفاف حديث العالم العربي نظرا لوسمة العروسين وتقارب سنهم وانسجامهم، وكذلك علامة الفرح الظاهرة على وجوههم، فأصبحت لمياء الصلح تحمل لقب السمو الأميرة، وأول أميرة أجنبية تدخل القصر المغربي كعروس، ولقبها المغاربة بالأميرة الشقراء. وفي سنة 1964 أنجبت الأميرة لمياء حفيدا للأسرة الملكية، وذكر الأمير هشام ابن لمياء اصطلحه الأمير عبد الله في كتاب له أصدره سنة 2014 عن الحادثة المأساوية التي كانت أن تودي بحياة والدته، وذلك سنة 1971 عندما حدث انقلاب الصخيرات، وما إن سمعت والدته لمياء الصلح الخبر حتى فزع قلبها، ومن شدة حبها وخوفها عن زوجها لم تستطع منع نفسها، فأخذت أولادها في السيارة فتوجهت بهم إلى القصر الصخيرات للإطمئنان على زوجها وحبيبها، لأنه كان متواجد مع العائلة الملكية وقت الانقلاب. وفي طريقها أوقفهم حاجز عسكري من طرف الانقلابيين، وفور معرفتها فقرروا إعدامها على الفور، ولكنهم تراجعوا في اللحظة الأخيرة عندما علموا أنها حامل. وقد شهد المقربون للقصر حب الأميرة للأمير مولاي عبد الله، فدام حبهم إلا أن أصيب الأمير مولاي عبد الله بمرض السرطان، وتوفي وهو لا يتجاوز عمر 48 سنة، بعد أن أنجبت له الأميرة لمياء الصلح 3 أولاد، وهما الأمير مولاي هشام، والأميرة زينب، والأمير إسماعيل. وكان آخر ظهور الأميرة لمياء الصلح سنة 2020 عندما نشر ابنها صورة له وهو مع والدته. فما هو رأيكم حول هذه القصة المميزة والغريبة؟ فلا تنسوا مشاركتنا برأيكم، ولا تنسوا دعم القناة بالاشتراك والضغط على زر اللايك.